الاتيكيت يبدأ من المظهر الخارجي ومن ثم ينتقل إلى تصرفاتك وسلوكياتك. الطالب الجامعي المظهر الخارجي أول شيء النظافة الشخصية. نعم. هاي جدا مهمة. الشيء الثاني الزي اللي يلبسه. إذا نحكي عنه لازم الزي هو أنا من أشوف طالب جامعي اليوم يمشي بالشارع لازم أعرف أميزه عن غيره. هاي الشيء نقطة جدا مهمة. على هذا الأساس الألوان اللي يلبسوها لازم تكون ألوان رسمية. ألوان ما بيها كتابة، ما بيها نقشات، تكون ملابس مو ضيقة. تسريحة الشعر واللحية تكون هادئة رسمية. بالنسبة للنساء السافرات تسريحة الشعر لازم تكون أيضا هادئة وعملية، أما المحجبات أيضا لازم الحجاب مالتهم يكون عملي وهادئ ورسمي. العلاقات ما بين الأصدقاء لازم تكون بها احترام. من يتحدث بصوت مرتفع في الحرم الجامعي يختار تصرفاته والفاظه بعنايه، لان هو يمثل يعني قمه الهرم المجتمعي. هي الفئه المتعلمه، فهذا لازم يعكسه في سلوكياته، في تصرفاته، الالتزام بالوقت وغيرها من الامور، هذا كلها تدخل، لكن هاي الاساسيه.